ازيكم يا احلى دايتوبرز. النهارده هكلمكم على خطأ شائع، او يعني ممكن نسميه الهيسس بتاع الدايت، اللي هو بيجي كل يوم. يعني في مننا ناس كل يوم بيبقوا عايزين يروحوا يوزنوا، يشوف انا خسيت امبارح قد ايه. عايز اقول لكم ان الموضوع دوت ممكن يقلب نتيجة عكسية، ممكن اصلا يؤدي ان احنا نيأس، يعني بيأثر على النفسية نفسها. بلاش نعمل كده، بلاش اللي هو كل شوية نروح نوزن. وحتى لو احنا عندنا ميزان في البيت، مش لازم كل شويه كل ساعه اروح اوزن اشوف ايه اللي حصل. يعني اكيد مش هنخس، اكيد يعني مش هنلاقي نفسنا خسينا يعني في اليوم او في الساعه دي كيلو 2 كيلو. مش هتلاقي حاجه، فهتلاقي نفسك حتى انت احبطت. بلاش نعمل كده. خلي حياتنا عاديه طبيعيه. احنا ما نقعدش نعد على نفسنا الايام. ده انا بقالي 3 ايام بعمل دايت، ده انا بقالي 4 ايام، ده النهارده اليوم الخامس. ما تعدش على نفسك، عيش حياتك عادي جدا. غير نغير اسلوب حياتنا، نخلي اسلوب حياتنا واسلوب اكلنا هو ده الطبيعي بتاعنا. وممكن احنا كل شهر نوزن مره واحده بس، يعني حتى برضو ما نفتكرش اليوم ده، نحطه على الموبايل كده على الكالندر، يدينا يعني ريمايندر كده ان في النهارده انت او بكره المفروض توزن. ما نشغلش بالنا بالمواضيع دي، خلينا مكملين في حياتنا بكل بساطه. نستمتع بحياتنا، نستمتع بالدايت بالاكل الصحي بتاعنا. وهو ان شاء الله مع مرور الوقت هتلاقي نفسنا واحده واحده كده ايه، نفسيتنا بقت مرتاحه، واحنا اصلا متشجعين وتعودنا كمان على الاكل الصحي ده. شكرا.